عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية على جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام عندنا واحد الفضيحة جديدة من فضائح حضارة الجزائر، هذه المرة متعلقة بلاعب جزائري تعاقد مع نادي الوداد. هذا اللاعب سميتو جمال الحمري تعاقد مع نادي الوداد باش يلعب مع الوداد وصنع كونطرا وتعاقد معها رسميا وكل شيء كان هان، إلى أنه يوم أمس متابعينا الكرام مع الجوج ديال الليل هذا اللاعب هذا جمال الحمري غادي غادر على عجل نحو زريبة الفقرات، مع العلم أن الأنشطة ديال نادي الوداد غادي تبدا قريبا. دخلنا الله يعني الصناع ديالو مع جوج ديال على عجل وغادي يمشي بزريبة. في تصريح لسعيد الناصري رئيس المكتب المديري للوداد قال على أن جمال بالعمري وقع معنا عقدا سليما واتفقنا على جميع البنود، لكنه أكد لي هذا الصباح أن لديه مشاكل في وطنه. شنو هي هذه المشاكل؟ نقول لكم شنو هي هذه المشاكل. دابا هذا اللاعب هذا هو مقتنع بأنه غادي يلعب مع نادي الوداد المغربي، هو مقتنع وسنا الكونترا وقرا يعني العقد وسناه، هو مقتنع. اشنو هي الحاجه اللي غادي تخليه ينوض مع الجوج الليل ويغادر نحو حضاره الجزائر؟ اشنو هي الحاجه اللي غادي تخليه يمشي على عجل؟ هذه الحاجه متابعينا الكرام هو تهديد من طرف النظام الجزائري، هددوه بعدما وقع العقد مع نادي الوداد. هذا لاعب جزائري جاي يلعب في المغرب، ناضوا حضارة الجزائر، ناضوا النظام الفقري الكرغولي، هددوه ولا ربما هددوا عائلته ولا علم الله شنو نوعية التهديدات التي هددوه بها، فذهب على عجل إلى حضارة الجزائر، لأنه منذ أن يعني ظهرت الأخبار على أنه غادي يلعب في الوداد تعرض لحملة من طرف الإعلام الفقري الكرغولي ومن طرف الدباب الإلكتروني، فبداو كيسبوه وبداو كيعايروه وبداو كيقولوا له غادي تمشي للعدو وغادي تمشي للصهاينة وغادي تمشي، وراكم عارفين يعني الخزعبلات والأسطوانة المشروخة ديال الدباب الفقري الكرغولي. فهذا خونا هذا تعرض للتهديد، والآن هذا المصير ديالو مع هذا العقد اللي سناه ديجا مع الوداد غير معروف. فإذا مشى وخضع للتهديدات ديال النظام الجزائري فغادي تكون عليه عقوبات، والقضية غادي تمشي للمحكمة لأنه أصلا موقع العقد مع الوداد. في نهاية المطاف، في نهاية الفيديو متابعينا الكرام، هذه رسالة لجميع الفرق المغربية ابعدوا من حضارة الجزائر. آخر حاجة تفكروا فيها وهو أنكم تأخذوا لاعبين من حضارة الجزائر. أنتم سنيتوا كونترا أو سنيتوا عقد مع خونا هذا، في آخر المطاف ها هو بدأ يخضع للتهديدات ديال حضارة الجزائر ديال النظام الفقري الكرغولي، هز حوايجه مع الجوج الليل وغادر نحو حضارة الجزائر. إذن متابعينا الكرام، فضيحة أخرى من فضائح حضارة الجزائر، ما قادرينش يخليو حتى لاعب ديال كرة القدم يختار فين بغي يلعب، فبداو كيدخلوا هاد الخزعبلة ديالهم حتى في يعني التعاقدات ديال اللاعبين ديالهم. هذا شغلهم، حنا ما شغلناش فيهم، ولكن يعني باش تشوفوا فين وصل الحقد وفين وصل يعني الخبث ديال النظام الفقري الكرغولي. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.